بالنسبه لجوه المستطيل الاخضر، فمباراه كانت ما بين مارسيل كولر وعلي ماهر على الخط في الشوط الاول بالذات كانت قويه جدا تكتيكيا. الاثنين بداوا اللقاء تقريبا بنفس التشكيل و4 3 3. ويلا بينا نتكلم فنيا عن الاحداث اللي حصلت في اللقاء تكتيكيا. زي ما احنا شايفين كده في ارضيه الملعب، النادي الاهلي بدا ب 4 3 3، وجود راس مثلث مكان مروان عطيه هو احمد نبيل كوكا، اللاعب اللي عنده 22 سنه و23 سنه فهو صغير في السن. وحاجه كويسه جدا ان مارسيل كولر بيديله على فترات الفتره دي، خصوصا ان هو داخل على اولمبياد باريس. وجود طبعا المره دي ناحيه شمال رضا سليم مكان حسين الشحات اللي موقوف بسبب المناوشات اللي حصلت مع محمد الشيبي. ووجود لاول مره المهاجم الفرنسي ديست. اما بالنسبه للنادي المصري بقياده علي ماهر فهو بدا اللقاء ب 4 3 3 بوجود 6 لعيبه من العناصر الجديده اللي جايه في الانتقالات دي، واللي طبعا اختارهم علي ماهر، اللي هو باهر المحمدي وامادو ومحمد الشامي اللي جاي من الاسماعيلي وميدو جابر اللي جاي من سيراميكا كليوباترا. وما ننساش الاثنين بوكس تو بوكس، سعد فكري اللاعب اللي جاي من الداخليه ومحمود حماده اللاعب الدولي لمنتخب مصر. التشكيلتين متشابهه جدا طبعا. علي ماهر ارى مارسيل كولر كويس